سارة ابنة ال20 ربيعا حرصت منذ نعومة أظفارها على ممارسة رياضة الجمناستيك. بدأ عشقها للعبة منذ أن كانت في الرابعة من عمرها. حازت على العديد من الجوائز وسطع نجمها بعد حصولها عام 2004 على لقب أصغر لاعبة في الوطن العربي، لتكلل بعدها بالنجاح في الدورة العربية في الجزائر بحصولها على ذهبية في البطولة عام 2007 وبطولات أخرى يصعب إحصاؤها. بدأت لعب جيمناستكس وكان عمري 3 سنين ونص بمدرسة الأهلية للبنات. بعدين صرت أحسن وهيك بعدين قالوني للاتحاد الأردني للجمباز مركز الأميرة رحمة. أول تنين دعموني هم أمي وأبوي بكل رحلتي في الجيمناستكس، وأكيد مدرستي وصحابي وكل حدا كان بده ياني إني أكمل طريقي في الجيمناستكس. في يومنا هذا تبدأ صباحها كل يوم متجهة نحو أحد أندية الجيمناستيك من أجل تقديم دورات تدريبية للأطفال ومحبي هذه الرياضة، لتدريبهم ونقل جزء من خبرتها إليهم وما تعلمته خلال سنوات طويلة، وما شجعها عليه والداها قبل أن يصنعوا منها نجمة تسير تجاه تحقيق حلمها وفتح ناد خاص للجمناستيك ليكون صرحا تحتضن فيه هواة اللعبة. طموحاتي وأمنياتي إني أفتح جيمناستيك سنتر بنفسي وأضبطه وأجمع كل الناس اللي بتحب هاي الرياضة في سنتر واحد ونظبطها مع بعض. وأكيد نظبط المنتخب الأردني تبع الجيمناستكس عنا بالأردن، ويكون من أوائل التيمز بالعالم إن شاء الله. سارة التي التحقت بصفوف المنتخب الأردني قبل سنوات طويلة شكلت نجمة جوالة تدور في فلك المشاركات الدولية. لم تكتفي بالتدريب في بعض الأندية المخصصة لهذه الرياضة، بل إنها تقوم بتقديم دورات تدريبية خاصة للأطفال الراغبين بالتعلم في منازلهم من أجل نقل جزء من خبرتها لأقرانها من فتيات الأردن ومشاركتهن عشقها. بدأت برسم لوحة نجاحها في ال5 من عمرها واستطاعت إتمامها في ال20. هي قصة فتاة أردنية تغربت للوصول للمحافل الدولية ولا يزال عطاؤها مستمر. هي قصة سارة شحروري، وهذه نهاية الحكاية. حيدر العبدلي، لليوم على الحرة، عمان.